السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد المصري معالج الرفلكسولوجي والشياسو. نشوف الصورة التانية كده مع بعض ونبدأ نحللها كده. دي ايه دي صورة القدمين، قدمين وعليها كده كلام كده ونقاط معينة وصور للأعضاء معينة. طبعا القدمين دي يا جماعة فيها أكتر من 7200 وتر نهايات الأطراف العصبية الموجودة في القدم. كل نقطة من النقاط اللي موجودة في باطن القدم بتنعكس على عضو معين، فلما بضغط على النقطة دي بتعمل مسج، بتبعت رسالة كده للمخ، والمخ ده الغني جدا ده اللي فيه الكيماويات واللي بتعادل 23 مليار دولار زي ما احنا قلنا، بيدي او بيفرز الهرمون العلاجي اللي محتاجه هذا العضو. سبحان الله، عن طريق ايه؟ اتصالات عصبية موجودة في باطن القدم. مجرد ما بضغط عليها يدي اشارة للمخ، المخ يفرز روشتة كده من الصيدلية اللي موجودة عنده، عالج لي العضو الفلاني. نشوف الصورة اللي بعديها. ده بالنسبة اللي موجود في باطن القدم، وعندنا صور كتيرة جدا جدا بتبين ايه الحاجات الموجودة في باطن القدم. هنشوف الصورة اللي جاية دي، يا ريت نوريها لنا. دي يمكن صورة موضحة اكتر الاعضاء اللي موجودة في جسم الانسان. عندي جهاز الامعاء، القولون، الرئتين، المخ، الجهاز التناسلي، الجهاز العصبي، عمود الفقري، كل حاجة موجودة في القدم. سبحان الله. عشان كده بنقول يا جماعة راحة وعلاج الجسد ده بدأ منين؟ من القدمين. دي بالظبط القدم هي تعتبر أشعة للجسم اللي بتبين كل المشاكل دي. وخدوا بالكم الموضوع ما هوش بعيد قوي، ده يعني ما هوش حديث النشأة، لكن ده من 2330 سنة قبل الميلاد. أول واحد استخدمه الملك زوسر، اللي كان المعالج بتاعه طبيب اسمه أنيكما حور. كان هذا الطبيب يضغط على نقاط معينة موجودة في باطن القدم، والملك يقول له إنك تؤلمني، فيقول له الكاهن إني أؤلمك يا سيدي الآن، ولكن ستشكرني فيما بعد. عيد سعيد، عيد سعيد، عيد سعيد.